محمد حمدي، لاعب بندقية 10 متر ضغط هواء ومشارك في اولمبيكس باريس 2024. هي الرماية بتبقى عايزة حد هادي. انا بلعب من زمان جدا، من وانا في اعدادي، من وانا عندي 13 سنة، يعني اولموست 20 سنة دلوقتي بضرب. كنت بضرب في الاول خالص نادي الرماية، قوات مسلحة. بعدين قعدت سنتين كده بلعب مع النادي، بعدين دخلت المنتخب ومن ساعتها وانا في المنتخب. يعني جبت بطولات كتير جدا في عرب وافريقيا، وتصنيفي كان دايما على طول الحمد لله في التوب، سواء مع منتخب مصر او عرب او افريقيا. والله موضوع النضارة مش بيأثر قوي في الضرب، يعني لان احنا كده كده سواء في البندقية او في الطبنجة بيلبسوا نضارة، بس بيبقى ليها فريم مختلف وبيبقى نازل منه عدسة على العين اليمين او الشمال حسب هو ايمن ولا اشول بيضرب بيه. البندقية بنحط العدسة اللي هي بتاعة النظر بتاعتنا على الناشنكيهات بتاعتنا، فبنشوف. يعني احنا عندنا في البندقية الناشنكاه الخلفي او اللي احنا بنضرب بيه بيبقى شبه السكوب اصلا بتاع القناصة، زي الحاجات اللي انتوا بتشوفوها مثلا في كول اوف ديوتي او في ببجي. يعني احنا 80% من اللعبة بتاعتنا منتال. المثبطات بقى هي دي برضو كمان دوبينج، فاحنا بيبقى عندنا ادوية اكتر بكتير من اي رياضي تاني احنا ما ينفعش ناخدها. يعني مثلا لو انا جالي برد ما ينفعش مثلا اخد بنادول، ما ينفعش اخد دواء كحة، ما ينفعش اخد الحاجات دي كلها، لان انا ممكن يتحلل لي في اي وقت، ولو اتحلل لي بيطلع في التحليل وساعتها بيبقى في عقوبة. انا برضو احب يعني اقول ان احنا في الرماية بيبقى دايما اي رياضي بيلعب لعبة بيتقال عليه لاعب. احنا عندنا في الرماية الرياضي اللي بيلعب رماية بيبقى اسمه رامي، ما بيتقالش عليه لاعب. في نفس الوقت احنا ما بنقولش احنا داخلين نلعب، احنا بنقول احنا داخلين نضرب، لان احنا بنضرب نار، بنضرب طلق. الاحسن ماتش لعبته كان في ميونخ. كاس عالم دي بتبقى اكبر بطولة في العالم، دي اللي بينافس فيها كل الدول وكل ابطال العالم، وكله بيشارك فيها، لان بيبقى فيها كمان اغلب المعدات بتاعتنا بتبقى مصنوعة في المانيا، بتبقى منافسة فيها قوية جدا. فانا الحمد لله عملت رقم جديد فيها مصري وعربي وافريقي. اول مرة اللاعب في الايفنت بتاعي في تاريخ مصر يخش الايفنت. كل ما بيبقى فيه تشجيع للعيبة سواء حققوا ميداليات مثلا في الاولمبيكس او لا، يعني ممكن حد مثلا يكون بطل عالم راح الاولمبيكس بس مثلا ربنا ما وفقوش، بس هو اوريدي بطل عالم بس الناس مش عارفاه. لو هما بس ركزوا شويه مع الالعاب الفرديه هيلاقوا ان في عندنا ابطال عالم كتير جدا في كذا لعبه، بس محدش يعرف عنهم حاجه. الميديا مش بتهتم قوي بيهم علشان الجمهور مش مهتم بالالعاب الفرديه. لو الجمهور اهتم الميديا هتهتم، هيجي لنا سبونسرز، بادجت هتزيد الاحتكاكات الدوليه، مستوانا هيزيد، وبالتالي هنحقق ميداليات اكتر وهنرفع علم مصر في دول اكتر. كواليفيكيشن في الاولمبيكس بيبقى صعب جدا، لان بيبقى كل لعبه بيبقى ليها طريقه اللي هي بتتاهل بيها ان هي تشارك في البطوله الاولمبيه. بيبقى عندنا زي فرصه واحده كبيره هي دي اللي احنا نقدر نجيب فيها كوتا، اللي هي تذكره اللي بتاهل الدوله ان هي تشارك في الاولمبياد في الايفنت ده او في اللعبه دي. يعني انا مثلا خدت الكوتا في شهر 10 في البطوله الافريقيه لما جبت ذهب في الافريقيه، بس ده ما كانش معناه ان انا اللي هسافر، كان لازم اثبت نفسي ان انا مستواي اعلى، وكان بيحصل تصفيات كتير في المنتخب. اللاعب لازم يشتغل على نفسه كويس جدا، بيقعد سنه او سنتين من حياته كلها بتبقى رياضه، بس كل حاجه بيعملها في حياته بتبقى بحساب مواعيد معينه وبتبقى ثابته علشان هو يفضل على اعلى بيرفورمانس. بصي، هو من ساعة ما أنا اتأهلت في شهر 10 وأنا اتفرغت للرماية، ابتديت أقلل الشغل جامد جدا، وجيت من كام شهر كده قبلها ب3 شهور تقريبا وأنا سبت الشغل وقاعد ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بتمرن وبشارك في البطولات وبس كده. يعني بعد التأهيل جت صدفة إن أنا كنت بتجوز وبشتغل، فكان الموضوع كان صعب جدا. يعني أنا كنت ببقى طول اليوم بره البيت بتمرن من الصبح، بشتغل، بطلع على الشغل، بعد كده يعني انا شغلي برضو فليكسبل، والحمد لله ان انا I have a very supportive wife. هي ساعدتني جدا في اثناء الخطوبه وبعد الجواز ان انا اركز في الرمايه واشارك في البطولات، وفي نفس الوقت برضو مديرتي في الشغل كانت متفهمه جدا ان انا يعني بتجوز وبتأهل الأولمبيات والكلام ده كله، فادتني اجازه 3 شهور او 4 شهور. وتيم الشايدر فيري سبورتيف، انا بحبهم جدا. اي رياضي بيبقى عايز يعمل حاجه، سواء يبقى بطل عالم او بطل اولمبيكس او يشارك في الاولمبيكس، في فتره الاعداد بتاعته بيبقى عنده تضحيات كتير قوي بيعملها. يعني هو لازم بيبقى مركز جدا يعني في التمرين اللي هو بيبقى واخد منه تقريبا طول اليوم، ما بيبقاش فيه اي سوشيال لايف. انا تقريبا ما خرجتش مع اصحابي بقالي فوق السنه ونص. الشغل طبعا بيقع قبل الاولمبيكس بكذا شهر. عندنا الاتحاد المصري ووزاره الشباب والرياضه تفهموا الموضوع ده كله
طلعوا زي مرتب شهري كده لحد الاولمبيكس، عشان متفاهمين ان الناس هتضحي بشغلها علشان الاولمبياد، وده ساعد بشكل كبير جدا في التكاليف والمصاريف اللي احنا بنصرفها. معايا ميداليات كتير ذهب عرب وافريقيا، بس السنه دي اول مره تاهل الاولمبيكس بسبب التحضيرات الكويسه اللي الاتحاد عملها لنا، يعني تحت اشراف الدكتور اشرف صبحي، سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد للرمايه. الاتحاد بدا معانا من سنتين شغل ساينتفك رياضي بشكل كويس جدا، بيصرف علينا بشكل كويس، فبدا ان هو جاب لنا مدربه اجنبيه عملت معانا معسكر حوالي 9 شهور. بعد كده كمل معانا كابتن امجد، وجاب لنا برضه في نفس الوقت مدرب لياقه، جاب لنا دكتوره نفسيه سبورت سايكولوجيست. في نفس الوقت يعني زود الاحتكاكات الدوليه معانا، ووفر لنا كل المعدات والاكسسوارز اللي احنا محتاجينها. فكل ده ساعدنا ان احنا مستوانا يزيد ونركز اكتر في الرمايه. تفرق لما حد يقول لك المفروض مثلا تعملي استرتشات قبل التمرين ازاي، بعد التمرين ازاي، تفكري ازاي، سواء وانت في الحاره او انت بتضربي او بره الحاره، ازاي تعملي بلان بقى مش بس فنيه، لا كمان نفسيه وعقليه وبدنيه. مع الاحتكاكات الدوليه كتير الحمد لله، يعني مستوى الواحد زاد. كنا في الاول يعني ما بنخشش الفاينل، دلوقتي الحمد لله يعني اخر بطولتين شاركت في الفاينل، وده كانت اول مره تحصل في البندقيه في الايفنت بتاعي في تاريخ مصر، وامل ان احنا ان شاء الله او انا ان شاء الله هعمل ميداليه في الاولمبيكس. سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد للرمايه ان هم وفروا لنا كل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها في التدريب والمنافسات الدوليه والاحتكاكات، ومن حيث البادجت، من حيث برضو الاكسسوارز اللي احنا محتاجينها والسلاح والحاجات دي كلها. ده حصل بالرغم من ان احنا لعبه فرديه، ودايما الالعاب الفرديه مش بتاخد اهتمام او سبورت او بيبقى عندها سبونسرز زي الالعاب الجماعيه. فهم لا شافوا ان احنا في عندنا موارد كويسه، وان احنا تالنتد ونقدر نعمل حاجه، فبالتالي هم اهتموا بينا، ودي حاجه تشكر طبعا لسياده الوزير واللواء حازم. السلام عليكم. كابتن امجد حسين مدرب البندقيه، مدرب منتخب مصر. قدرنا ان احنا نرفع مستوى اللعيبه ونحقق مراكز متقدمه جدا على مستوى العالم. منهم اللاعب محمد حمدي قدر يعمل رقم مصري وعربي وافريقي جديد، ويحتل المركز الرابع عالميا، وان شاء الله دي بيدينا مؤشر حلو جدا ان احنا ربنا ان شاء الله يكرمنا في اولمبياد باريس. يعني انا برضو بشتغل فريلانس سينماتوجرافر، وبشتغل بالكاميرا وبصور وكده، وبحس ان في سيميلاريتيز بين الشوتينج والشوتينج او التصوير والرمايه. العين تبقى فاهمه ايه الفريم كويس وعارفاه علشان تقدر تبول. يعني اقدر اقول لاي حد سواء رياضي لسه بادئ رياضه جديده، الخطه دي التزم بيها جدا، هتلاقي نفسك مضطر تضحي، ما بتخرجش، ما بتروحش، ما بتصرفش، بيبقى نفسك مثلا تشتري حاجات لنفسك ما بتجيبش علشان انت محوش علشان الهدف بتاعك، ووعدك ان انت هتوصل في الاخر. يعني ما فيش حد هيضحي وهيجتهد وهيلتزم ومش هيلاقي نتيجة في الاخر.